السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي شهيوات اقتصاديه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لاكلاص كيجي رائع بزاف، هو اللي غادي ينفعكم في هذه الحراره. كنتمنى تجربوه باربع نكهات. نخليكم مع المقادير. كنحتاجو في المقادير نص لتر ديال الحليب، عندي علبه ديال كريم شونتيي، 3 المعالق ديال السكر، نص كاس ديال حليب بودر، عندي ياغورت بنكهة شوكولا وياغورت بنكهة الكراميل والفريز والبنان، وعندي فحالهم ديال الفلوم نفس النكهة. اي ياغورت كتشريوه كتشريو معاه الفلوم بنفس النكهة. كندوزو لطريقة التحضير. كناخد واحد الاناء غنوضع فيه الحليب اللي وضعته في الفريغو تبرد مزيان، كنخليوه حتى كيبرد باش كطلع معنا الكريمه بسرعه. كنضيف عليه الحليب المجفف، غنضيف عليه 3 المعالق ديال السكر، وغنضيف عليه علبه ديال كريم شونتيي اللي وضعتها حتى هي في المجمد، خليتها حتى بردات مزيان. وغنجيب الباتور او الخلاط اليدوي وغنخلط. في الاول كندير السرعه منقصه حتى كنجانس كاع المكونات، من موراها كنجهد السرعه باش كطلع لي الكريمه. كتصبح الكريمه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما كتجيش عاقده بزاف. هنا غنجيب واحد الاناء اخر اللي غنقسم فيه الخليط، غناخد واحد الكميه، غنوضع هنايا ياغور ديال البنان، وغنضيف معاه فلون البنان، وهنا غنخلط بالباتور. تقدروا تستعملوا غير الفوي او الطراب اليدوي. هنا غناخد واحد سوبيرا او البواطه اللي غتكون غتدخل الفريغو، كنوضع فيها النكهه الاولى. انا هنا درتهم فرديين، تقدروا تستعملوا غير في واحد السكريه كبيره كتعملوا فيها النكهات باربعه. كناخد كميه تانية، كنوضع ياغورت الفريز وكنضيف عليه الفلون الفريز وكنخلط بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. غناخد واحد البواطه غنضيف فيه النكهه الثانيه، وناخد كميه ثالثه باش نوضع النكهه الثالثه. هنا كنقسم الخليط على جوج، كنضيف ياغورت الكراميل او داني الكراميل وغنضيف عليه الفلون الكراميل وغنخلط. انا هنا كنخلط بالباتور كيسهل عليا. غنجيب واحد البواطه غنوضع فيها النكهه الثالثه، او هنا غنرجع للنكهه الرابعه والاخيره، هي نكهه ديال الشوكولات. غنضيف هنايا داني ديال الشوكولات، وغنضيف عليه الفلون ديال الشوكولات. الا بغيتو يعطيكم لون
ديال الشوكولات اللي يكون باين بزاف، تقدروا تستعملوا معلقه ديال الكاكاو. هنا ناخذ واحد المعلقه، نهبط الجوانب ونخلط مزيان حتى كتجانس ليا هاد الخليط. وهنايا النكهات باربعه ها هما كما كتشوفوا، ندخلهم مجمد حتى كيجمدوا وغيبردوا لي مزيان وغنرجع معكم. ومن بعد ما برد الكلاص كيصبح بهذا الشكل هذا. كناخذ هنايا كيسان ديال تحليه او اي كيسان متوفرين عندكم ونقدم فيهم هذا الكلاص. كناخذ النكهه الاوليه ديال البنان، غنزيد عليها الفريز، نزيد النكهه ديال الشوكولات. نتوما تقدروا تستعملوا النكهه اللي كتبغيو والنكهه اللي كتعجب وليداتكم. هنا غنضيف صوص ديال الفريز، هي اللي متوفره عندي في البيت. تقدروا تستعملوا حتى الصوص ديال الكراميل او الشوكولا اللي متوفر عندكم. وغنزين هنايا شوكولات فيرميسيل او شعريه شوكولات، كل واحد وكيفاش كيسميها. كنضيف غير واحد شويه وكيصبح الكلاص ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا. غنجيب كاس ثاني ونعمره بنفس الطريقه. كيجي بهذا الشكل. كنضيف هنايا صوص ديال الفريز، وهنا تزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بالحاجه اللي كتعجبو. وكيصبح الكلاص ديالي بهذا الشكل هذا، فكيجي منعش ولذيذ بزاف، كيجي حسن من ديال الزنقه. هو اللي كيصلح في هذه الحراره. اكيد الا جربتوه غيولي معتمد عندكم ويعجب الوليدات الصغار. كما كتشوفوا كيخرج واحد الكميه اللي كثيره. كنتمنى تجربوه. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد جيم باش كتشجعوني، وخليوا لي التعاليق ديالكم في هذا الفيديو. الى اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فادخلوا اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب باش كتعم الفائده. ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.